قالت للحاج انت بغيتي دابا الفلوس ديالك راه ما عندي ما ندير لك. قلت لها انت دابا عارف الظروف وعارف عندي اليتامى وراجلي مات هادي عامين، ما فيها باس الا صبرتي عليا شويه. ديما كنعطي لك شهر بشهرو، ولكن وقعوا لي الظروف حاليا ما عنديش، غتصبر عليا شويه يكونوا عندي وغنعطي لك. قال لي شوفي شي طريقه باش غتخلصيهم، ومهم شوفي طريقه اللي ديريها وخلصيني فكراتي. قلت ليه الحاج انا ما عندي باش غادي نخلص لك، نكذب عليك نقول لك راه عندي تمشي حتى لنهار اخر وترجع عنده ما تلقى والو. قال لي الا لا راه الموضوع بسيط وسهل، غير الا بغيتي انت تكبريه. قلت له كيفاش ما فهمت. قال لي احنا مازال فيها، راه ممكن تخلصي لك راه بشي طريقه اخرى، وانتي تبارك الله راه فاهمه وعارفه كل شيء. قلت لها انا ما عارفه وما فاهمه، اللي عارفه دابا الفلوس ما موجودينش وما كاينينش. قال لي شوفي انا عارف غادي تفهمي وعارفه كل شيء، ولكن غادي نشرحها لك. قال لي انت ماتلك راجل شحال هذا ومازال صغيره وزوينه والحمد لله ما نقصتك حتى شي حاجه، اشنو غيخليك ترفضي؟ قال لي الا سمعتي كلامي ومشيتي معايا في طريقي راه ما غيخصك حتى خير وغتعيشي معززه مكرمه، وما باقيش غتهزي الهم من الكرا. وماشي غير الكرا، الا جربتي معايا غتندمي على الايام اللي فاتوا. قلت له الحاج نعل الشيطان اش هادشي كتقول فيه؟ قال لي غير فهميني وسمعي وغترتاحي من هادشي كامل. قال لي عموما هاد الهضره ماشي ديال هاد الوقت، غادي نمشي نقضي شي شغالات وغادي نرجع عندك في الليل وغادي نجلسوا وغنهضروا على خاطرنا. قلت له واخا الحاج سير الله يسهل عليك، وإلا بغيتي تجي مرحبا بك. ملي مشى الحاج وبقيت انا كنفكر في ديك الهضره ديالو، يعني كل كلمه قالها وكل هضره قالها بقيت كنرجع السيناريو اللور وكنفكر قلت اش هادشي قال لي هاد السيد، ولا يعني رفضتو حياتي كي غتكون وانا ما عندي فين غنمشي وعندي اليتامى وعندي، يعني الدنيا قاصحه عليا. كنشوف انا ارمله، راجلي مات في واحد الحادثه وخلاني في عز شبابي، انا باقي صغيره وعاطيه العين وعندي 3 د الوليدات، مع ذلك تكلفت بالمصاريف ديالهم وكلفه بالمدارس ديالهم واي حاجه كتخصهم، فيا الاب وفيا الام ما نكذبش عليكم، بالحق ما نكذبش عليكم. فكرت في الاختيار ديال السيد بيني وبين نفسي، قلت مع راسي انا دابا هاد السيد ما بينت لي حتى شي حاجه، فعلا انا واحد الانسانه اللي صغيره وكنواجه صعوبات الحياه بوحدها، واش ممكن دير بحالي ولا لا؟ والمهم الموضوع بدا كيدخل ليا لدماغي، بديت كنفكر في الموضوع. كل ما كنشوف في المرايه وكنشوف انا صغيره وزوينه وتحملت واحد المسؤوليه اللي هي كبيره فيا راجل وفيا المراه، يعني كما قلت لكم متكلفه يعني بالكرا بالضو بالماء بالدراري د المدرسه، يعني مسؤوليه كبيره عليا. انا باقي عاطيه العين وباقي زوينه، ومثل قلت لكم راجلي انا باقي صغيره وترملت في عز شبابي. كتزيد الفكره هاد الحاج كتكبر ليا في دماغي، قلت الزمان صعيب ما فيها باس الا تزوج وعاود حياتي تاني ونلقى شي حد اللي قبليا على ولادي. هاد الفكره اللي كانت عندي، يعني انا كنفكر في الحلال، واخا كنسمع ديك الهضره ديالته ديما كنفكر في الزواج. وغرني راسي قلت انا صغيره وزوينه والسيد كبير وعنده الفلوس اللي وقف عليها ما تقول ليه لا. داكشي علاش بقيت كندور الهضره في دماغي مزيان وفكرت فيها اكثر من القياس. قلت مع راسي ما غايش ندير شي خطوه حتى نحس بها مزيان، انا عارفه السيد ما غايش يدخل من الباب من المره الاولى وما غايش يكون جاي بنيه الزواج. قلت انا غادي نسايرو وغنشد ليه الخاطر يعني حتى تشدو الشبكه. يعني بالنسبه ليا انا قلت الراجل كبير وعنده الفلوس وانا باقي صغيره وعطيه العين والفورمه وزوينه، يعني دغيا غادي نشدو وغادي ندخل معاه للحلال. ايوا داكشي علاش تحمست اختكم، كان كيبان لي الموضوع سهل وبزاف. داك النهار فاش قال لي راه غنجي عندك بالليل عشيت ولادي بكري ونعسهم على قبل المدرسه باش يفيقوا بكري، وفعلا تسنيتو والسيد جا في الوقت اللي قال لي. دخل وجلسنا كنهضروا، وسط الهضره ديالتنا مره كينوح يدو مره كينوح الهضره. انا كنقول مع راسي السيد غندير معاه الحدود، وداكشي اللي راسمه في عقلي خصني شويه بشويه حتى ندور للسيد يعني نقصبو لجهتي. ولكن انا قلت السيد بلا ما نوصل معاه لشي حوايج اللي هما خايبين، يعني دوك الحوايج اللي ما باغياش نوصلهم معاه، وكنبغي نوصل ليه الفكره كنقول ليه يعني مره اي حاجه غدير الا ما كاينش الزواج راه ما مزياناش، وانا عندي الولاد يعني
أي حاجة حلال كتكون أحسن من الحرام. قلت ليه حشومة، راه الولاد كاينين. قال لي شوفي انت الدار راكي عارفاها، غنبقى نتسنى فيك، راه غنسبقك وجي عندي، وتما راه ما كاين اللي يصدعنا وما كاين اللي يبرزطنا، غادي نجلسوا نهضروا براحتنا. قلت له صافي، ولكن ماشي اليوم، بغيت نفكر واحد شويه مع راسي، نشوف الموضوع واش يناسبني ولا لا. هو يوقف وقفه، قال لي شوفي يا ييه يا لا، وانا دابا راه ما غايش نتحرك من هنا حتى ندي الجواب معايا. قلت له صافي انا موافق غادي نجي. والسيد مشى على اساس راه حنا متفقين وكل شيء هو هذا. والفكره اللي خديت انا على الحاج، قلت راه السيد عجبتو، راه كيبغيني، راه بغاني الحلال، يعني خديت عليه الفكره غلط. وانا ديك الساعه هو تقى من راسي وقلت الهدف ديالي ساهل وغادي نوصل ليه دغيا. داكشي علاش قلت غنبقى نوحل النهار الثاني الاخر، يعني نبقى نطول ليه في الايام. اليوم ما غايش نجي عندك حتى نفكروا، ولا حتى لبعد غدا، ونبقى نجرجر فيه حتى يجي السيد نيشان ويهضر لي على الموضوع ديال الزواج. هادشي اللي كنت انا حاسبه، ولكن هو حسب حساب اخر. وانا عارفه مراتو كبيره في السن، سكنها في واحد البلاصه بعيده على البلاصه اللي ساكنه فيها. والوقت اللي كان قال لي على الدار كانت هي مسافره ديك الوقت عند وحده في بناتها. وانا ما عنديش المشكل هو مزوج ولا ما مزوج. المشكل اللي عندي ديك الساعه هو نتهنى من الكرا ونلقى اللي يعاونني على الوليدات. داز داك النهار اللي اتفقنا عليه وما مشيتش، وفاش سولني درت له حجه، نهار الثاني ونهار الثالث ونهار الرابع. والمهم بقات هاد القضيه مده 10 ايام انا باقيه على الامل باش يعيا ويجي يطلبني الزواج. مادام انا عاجباه وباغيني يتزوج بيا ونستقروا بجوج. ملي حس غير كنجر ليه في الايام وكنتفلى عليه بهذا المعنى، ايوا ديك الساعه ما نقول لكمش على الحج، جاني قصدي النيشان. قال لي شوفي يا اما غنكملوا على هذا الاتفاق، والله لا يعاونك هزي عليا حوايجك وخرجي ليا من داري، والله يسهل عليك راه شي دار حسن من هادي. يا اما غادي تشدي معايا الطريق وتوافقي، بسم الله ما غايش توافقي راه ما كانش قرار من جوج، وهذا الشيء اللي كنقول لك من اجل مصلحتك. وانا نجاوب ديك الساعه قلت ليه شوف انا راه كنتسنى فيك تجي انت تديني لعندك. قال لي شنو هي؟ قلت ليه انا كنطمح للزواج، قلت ليه شي حاجه في الحلال حلها سيدي ربي، ما بغيتش انا الحرام، ونفس الوقت ما ندخلش على ولادي في وسط الحرام. قال لي اشنو الزواج؟ اش دانا لشي الزواج؟ قال لي داك النهار فاش كنتي اتفقتي معايا كتحسبيه الزواج كنتي عارفه الاتفاق ديالنا. قلت له عرفت، ولكن قالت مربنا تراجع نفسك وانت في هاد السن. قلت ليه غتسمح لراسك دير شي حاجه بحال هادي؟ قال لي شوفي ماشي انت اللي غادي توري ليا شنو غادي ندير، اشنا هو اللي حرام وشنا هو اللي حلال، وانت اللي كنتسنى باش توري ليا شنو قال الدين شنو اللي ما قالش. عندك الحل الوحيد ماشي جوج، يا اما تكمل الاتفاق يا اما الله يسهل عليك. وحاولت انا ديك الساعه نجر لسانو اكثر من القياس، كنت كنعرف كيموت وكيخاف من حجه مراتو. داكشي اللي كنت انا عارفه داكشي كامل ديال بات الحجه، كان هو خدام عنده ويعني دار واحد المجهود ودار علاش يرجع. ولكن الا جيتي تشوف غادي تلقى كتار من النص اللي كاين عند الحاج غيكون ديال الحاجه. داك النهار كنت مخططه ومعوله ندير ليه هذا الشيء، حيت فعلا ما كنتش عندي شي خيار اخر، حيت ديك الطريقه ولا ديك الاتفاق اللي كان دار معايا مستحيل نقبل